صحيفة الملاعب الأردنية تنفي حسم الأهلي صفقة عبدالله الفاخوري، وتؤكد امتلاك اللاعب عروضاً أخرى أوروبية ومصرية. نادي أربيل العراقي يعطل انتقال مصطفى قابيل للأهلي رغم الاتفاق بسبب تمسك المدير الفني باللاعب. الأهلي ينتظر تطور مفاوضات محمد أمير رمضاوي مع بارادو خلال 48 ساعة، محذراً من المبالغة المالية. اعتراضات داخل لجنة الكرة بالأهلي تعطل صفقة الفلسطيني محمد محمود لعدم القناعة بمستواه. هادي رياض يخضع للكشف الطبي تمهيداً لانضمامه للأهلي مقابل 30 مليون جنيه. الأهلي يتحرك للتعاقد مع مهاجم قوي خلال 72 ساعة، وليس أحمد نظير بوعلي فقط. أهلي طرابلس يطلب استعارة مصطفى شكشك مع أحقية الشراء، وإنبي يطلب 1.5 مليون دولار. يوسف بلعمري ينهي جلسة تصويره بقميص الأهلي استعداداً للإعلان الرسمي. الأهلي يؤجل الرد على عرض فالنسيا لضم أليو ديانغ لما بعد مباراة يانغ أفريكانز. الأهلي ينفي انفتاحه على عروض محمد علي بن رمضان ويكذب تصريحات إبراهيم عبد الجواد. أحمد رمضان بيكهام يطلب الرحيل والعودة لسيراميكا في حال عدم الاعتماد عليه. وكيل أحمد عبد القادر يعرضه على أندية برتغالية وتركية. الأهلي يدرس رحيل أحمد عابدين بعد ضم هادي رياض. أشرف داري يبحث عن عرض في فرنسا أو تركيا لاستعادة جاهزيته قبل كأس العالم. محامي رمضان صبحي ينسق مع أسرة اللاعب لتولي المستشار القانوني للأهلي قضيته. أحمد شوبير يحذر الأهلي من فقدان أي نقاط في سباق الدوري مع سيراميكا وبيراميدز. الزمالك يؤكد أن إصابة أحمد فتوح بسيطة وتحتاج أسبوعاً تقريباً للتعافي. الزمالك ينفي تلقي محمد شحاتة عروضاً خارجية رسمية. الزمالك يترقب انفراجة مالية لحل أزمة القيد وإنهاء قضايا الفيفا والتعاقد مع مدرب أجنبي. الزمالك يغلق الباب أمام رحيل محمد عواد بعد حل أزمته مع جون إدوارد. وزير الرياضة يشيد بحسام حسن ويؤكد دعم الدولة للمنتخب بعد الوصول لأفضل نقطة في كأس الأمم.